نظمت مديرية الثقافة والفنون لولاية قسنطينة فعاليات اليوم الإعلامية حول القانون الأساسي للفنان بدار الثقافة مالك حداد، حيث حضر هذا اللقاء معظم الوجوه الفنية والثقافية لولاية قسنطينة. بتنظيم يوم إعلامي حول قانون الفنان على مستوى دار الثقافة ملك حداد، والذي من خلاله سنقوم بتفسير وتوضيح ما جاء به مراسيم هذا المنظوم. الهدف منه تحديد حقوق وواجبات الفنان بهدف تحسين الوضع المهني والاقتصادي والاجتماعي، والذي سيسمح لهم بمواصلة الإبداع الثقافي والفني. تمحور اليوم الإعلامي للمرسوم الرئاسي رقم 23376 المؤرخ في 22 أكتوبر 2023 الخاص بقانون الفنان على عدة جوانب مهمة، منها حقوق الفنان وواجباته والحماية الاجتماعية، بطاقة الفنان والمهن الفنية وعلاقته بالعمل الفني، حيث كانت توضيحات في هذا الشأن من طرف السيد مدير الثقافة والفنون لولاية قسنطينة والسيد الياس بكير ممثلا عن المجلس الوطني للفنون والآداب. قطاع هذا تحسن في واحد المنظومه، ومن دوك الفنان مرتب عنده يعني صدير دوره في المجتمع، يقدر حتى يعني عنده دي زافونتاج كما نقولوا حنا، يعني الحمد لله رتبوا لنا امورات يعني، وهما مشكورين على كل حال، ونشكر وزير الثقافه على كل حال على الامر هذا. وان شاء الله يعني الفنان هذا يقدر يكون رايح، يعني يكون عنده يعني مكانه في المجتمع، لانه كان فنان شويه مهمش. والحمد لله اليوم مع هذا اليوم التحسيسي هذا ان شاء الله، والقانون الاساسي الجديد اللي داروه، دونك ان شاء الله يعني صراحه حاجه مليحه ان شاء الله. لما يكون عندك مرسوم رئاسي فيما يخص قانون الفنان، هذا شيء إيجابي، وخاصة للمستقبل والشباب تاعنا اللي جاي واللي راح يكون مبدع المستقبل. من بعد يعني اليوم التحسيسي اللي كان مع السيدة معالي الوزيرة يوم 20 بالجزائر العاصمة، اليوم تحسيسي فيما يخص ولاية قسنطينة، على الأقل يكونوا بأدرى ما هو وما معنى قانون الفنان. ما نتكلمش على نفسي لاني انا 54 سنه او نص جماعه درك كيتلحق ل40. حنا نقولوا تعرف الموت اكثر من الحيين، الموت الله يرحمهم، واللي حيين ماذا بينا مش يشوفوا معاهم بشفق ولا بعين رحمه ولا ستاتيو تاع دوله. ستاتيو تاع دوله، ستاتيو هو الحمايه الاجتماعيه، والستاتيو تاع الفنان هذا. انت كفنان واش تحتاج الحمايه الاجتماعيه وتحتاج له ستاتيو. انا قلت لك بطاقه الفنان تاعي ودروها، درك راني نعاود من جديد، وانا الاعمال تاعي كامل نرجع لك للنقطه هذه، الاعمال تاعي كامل مع مؤسسات الدوله تحت وصايه تاع وزاره الثقافه. هذا القانون الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حفاظا عن كرامة الفنان الجزائري يحمل امتيازات ومكاسب للفنان، من شأنها أن تساهم في ترقية النشاط الفني بالجزائر وضمان الحماية الاجتماعية وحقوق كل الفنانين.